السلام عليكم، اهلا بيكم النهارده معانا في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله حابه قبل ما ابدا الفيديو بتاعي حابه اشكر كل حد سأل عني ودعمني وشجعني ان انا اكمل معاكم. ربنا ما يحرمني منكم يا رب. وطبعا بعتذر على تاخيري في تنزيل الفيديوهات. ان شاء الله هننتظم مع بعض وهنعمل مع بعض افكار كتير جديده، فان شاء الله تتابعوني. تعالوا بينا كده نقول بسم الله ونبدا مع بعض الافكار بتاعتنا. أفكار النهاردة إن شاء الله معتمدة على إعادة تدوير البلاستيك. أول فكرة عندي أنا هستخدم فيها إزازة. جبت الإزازة قصيت منه الجزء اللي في الوسط، وبدأت إن أنا أقصه شرايط بعرض 1 سنتي. الطول أنا هقول لكم على المقاسات طبعا بعد ما أجهز الأجزاء اللي أنا محتاجاها في الفكرة. هستخدم إيه في لف الأجزاء ديت. عندي هنا ده خيط كروشيه استخدمته. طبعا معايا هنا في الفكرة أو في الجزء اللي أنا بعمله ده جزئين. هبتدي ان انا الزقهم، لزقتهم جوه بعض، وبعد كده هلزق الطرف التاني. انا هنا عامله مقاسين مختلفين في المقاسات، هنشوف مقاساتهم ايه دلوقتي. الفكره بتاعتي كمان هنا محتاجه فيها 5 اجزاء من الشكل اللي انا عملته ده، واحد كبير واتنين قد بعض واتنين اصغر كمان. الكبير اللي معايا دوت الجزء اللي من جوه 11 سنتي واللي من بره 14 سنتي، وبالنسبة للجزء التاني من جوه 9 سنتي ومن بره 11 سنتي. الجزء الصغير الأخير من جوه 6 سنتي ومن بره 8 سنتي. 2 و2 و1. هبدأ اخد الجزء الكبير وبلزق جنبه الحجم الأقل وبعد كده الحجم اللي بعده. هيديني شكل كده زي ما احنا شايفين بالطريقة دي. فكرتي ان شاء الله باذن الله فيها كده فكره حلوه وان شاء الله تعجبكم. مش هتاخد منكم لا وقت ولا مجهود ولا تكلفه باذن الله، الا تكلفه حاجات بسيطه جدا زي ما احنا شايفين. نقدر نستخدم هنا اي الوان واي نوع خيط احنا حابينه. انا هنا خلصت الجزء بتاعي وده التصميم او الرسمه اللي انا محتاجاها. عندي هنا جزئين من الكرتون، الجزئين دولت العرض 13 سنتي والطول 22، 13 في 22. عندي جزء سليم والجزء التاني انا محتاجة اعمله على شكل برواز. سبت كده خدت بالمسطرة عرض 1 سنتي من على الداخل يعني، وبدأت ان انا اخد بال1 سنتي بالمسطرة. وبعد كده بدأت ان انا اعلم وهقص الزيادة اللي احنا طلعناها دي. الزيادة اللي طلعت معايا انا طبعا هحتاجها، بس هقولكوا دلوقتي ازاي. هستخدم ايه؟ طبعا انا هنا الاول هبتدي اغلف قطعة الكرتون السليمة بقماش الكوخ او اي نوع قماش موجود عندي او اي نوع قماش يناسب لون الخيط اللي انا مستخدماه. فاوزع معايا اللزق بتاعي كويس كده جزء جزء لحد ما بلزقه كويس عشان ما يبقاش فيه اي هوا تحت القماش، فبنوزع اللزق كويس. قفلت الزيادة كده على الناحية التانية او الاتجاه التاني من الكرتون، وبدأت ألزق أو أغطي باقي الجزء بتاعي. البرواز بقى عملته بنفس الطريقة، غلفته. الجزء اللي معايا دوت طبعا هيبقى معايا هنا في العرض والطول هيبقى زيادة بعد التغليف، فبقص نص سنتي من كل جنب، يعني بقص نص سنتي من العرض ونص سنتي من الطول عشان يبقى على قد المكان بتاعي بالظبط، وهغلفه برضو. عندي دي أجزاء من الخشب أو اللي هو خافض اللسان، واخدة كده الجزء اللي أنا محتاجاه ده طوله 7 سنتي. لفيت عليه خيط وبلزق 2 جنب بعض زي زاوية كده بالطريقة دي. محتاجة 4 أجزاء. هاخد الأجزاء بقى بتاعتي دي هنبتدي نجمع الفكرة مع بعض. يعني احنا بنجهز الفكرة كلها وبعد كده بنبتدي نجمعها. هاخد الزوايا دي والزقها كده فوق الكرتونة على الأطراف بتاعة كل طرف أو كل زاوية من زوايا قطعة الكرتون أو قاعدة الكرتون. لزقتها واتأكدت انها خلاص تمام معايا ومظبوطة. ببتدي اوزع معايا لزق كمان على الاطراف بتاعة الاعواد الخشبية من فوق، وهنبتدي نلزق البرواز عليها او الجزء التاني من الكرتون. بصوا كده معايا ما شاء الله بالشكل دوت، وببتدي ان انا اثبت كل جزء كده او كل طرف على مكانه. هنجيب بقى الحاجات اللي احنا عملناها او الشكل بتاعنا، هبتدي ان انا اوزع عليه لزق بالترتيب اللي انا بوزعه ده. لو لاحظنا ان انا بحط نقط صغيرة من اللزق مش كتير عشان انا مش عايزة ابوظ منظر الشغل او الرسمة بتاعته، فببتدي ان انا كده ابتدي الزقه في المكان المظبوط. مقاساتي مظبوطة جدا ودقيقة بفضل الله، ان شاء الله تعملوا الفكرة هتطلع معاكم زي الفل.
هاجي هنا اخد بعد كده هوزع باقي الاجزاء على الاماكن بتاعتها زي ما هنشوف مع بعض كده. بصوا كده معايا ما شاء الله، ده بعد ما خلصت توزيع الاجزاء اللي عملناها مع بعض. هعمل معاكم كده فكرة وردة. الوردة دي انا عملتها كتير من خيط الكروشيه. جبت معايا قلم او شفاطة بتاعت عصير، عديت الخيط من فوقيها كده زي ما احنا شفنا، ولفيت كده مجموعة من الخيط، وهبتدي ان انا اعدي الخيط من الطرف اللي فوق واشده من تحت. بعد كده هضم الخيط ده على بعضه عشان يديني شكل وردة زي ما احنا هنشوف كده. انا عملتها قبل كده معاكم كتير، بس برضو بعملها تاني علشان الناس اللي ما شافتهاش معايا قبل كده. انا هدخل الوردة دي تبقى، حبيت ان الفكرة بتاعتي كلها منها فيها، او كله يبقى ماشي كده حاجة واحدة. بالنسبة هنا بقى للفينش بتاعي حسب ذوقي زي ما انا عايزة. انا عندي هنا شريط اللي هو سيلفر، ده ماشي جدا مع الالوان اللي انا مستخدماها. هقفل بيها الطرف بتاعي من فوق ومن تحت. حبيت اكسر الالوان شوية، وهبتدي اوزع كده شوية خرز لولي لونه سيلفر برضو حوالين التصاميم بتاعتي او التصميم اللي عاملينه ده. هاخد برضو الوردات دي كده في الاماكن اللي هي اللي فيها فراغ، هبتدي الزقها. مش كتير زي ما احنا هنشوف كده مع بعض. يعني ما شاء الله لو لاحظنا انها بسيطة وحلوة جدا ومختلفة ومميزة، بإذن الله تنفذوها وتعجبكم. وزعت كده، جبت عندي برضو ده شكل وردة لونه سيلفر، هحطه في اللي هو الجزء الفاضي او الفراغ اللي هو موجود في التصميم اللي احنا عاملينه شكل الوردة ده. او ممكن خرز لولي، نص لولي نص دايرة، اي حاجة من كل الكلام دوت. مش عايزة اي استرسات ولا اي اضافات، دي بترجع حسب الذوق. جبت الخرز اللولي وبعد كده هبدأ ان انا اوزعه جوه الوردات، او جوه فروع الوردة كده زي ما احنا هنشوف. بقى معايا ما شاء الله بالشكل دوت، يعني غير لي برضو شكل الفكرة وخليها باينة اكتر. هنجيب بقى قطعة الكرتون او الغطا بتاع العلبة اللي احنا غلفناه، اللي احنا قلنا هنقص من الاطراف بتاعته نص سنتي من الطول ومن العرض. وبعد كده جبنا جزئين كمان من نفس التصميم اللي عملناه، لزقناهم قصاد بعض بالظبط. اداني شكل تاني خالص للتصميم اللي انا عملته معاكم ده. بصوا ما شاء الله شكله لطيف جدا. هاخدها برضو اوزع عليها حاجات بسيطة جدا كده من اللزق عشان اكمل بيها باقي الفكرة. هلزقها على الغطا من فوق في النص بالظبط. هجيب عندي كمان لو عندي هنا حلقات ستارة او حلقات لفينها من الدوائر الكرتون، ودي عملناها برضو قبل كده مع بعض، اي حاجة يعني. ولفيت عليهم من نفس الخيط اللي انا استخدمته. هحط واحدة كده من فوق، وهبتدي ان انا احط واحدة كمان بالعكس، يعني تبقى كيد او مقبض للمنظم اللي انا بعمله. بقت معايا ما شاء الله بالشكل ده. الغطا طلع المقاس مظبوط جدا زي ما قلت لكم، مش بنقص كتير، من جنب واحد بس، عرض واحد وطول واحد بس. بصوا ما شاء الله الفكرة بعد ما خلصناها لطيفة جدا، الشغل فيها ممتع جدا. يا رب تكون عجبتكم. اتمنى طبعا تكتبوا لي رأيكم في التعليقات، وتعالوا بينا كده نسمي الله ونشوف مع بعض الفكرة اللي بعد كده. الفكرة عندي اللي بعد كده، انا هستخدم اي علبة بلاستيك عندي بأي حجم متوفر. جبت العلبة وجبت عندي أي قماش، أنا طبعا هستخدم قطعة قماش تناسب الشغل برضو اللي أنا أو الألوان اللي أنا هستخدمها. هلف كده على أطراف العلبة من فوق، لزق معايا سيليكون بس ما يكونش سخن قوي،
يكون سخونيته هادية، وهوزع برضو من جوه شوية عشان طبعا ما يسيح لناش البلاستيك بتاع العلبة. وهدخل قطع القماش دي على الداخل، بنغلفها من جوه الأول، وبعد كده هنشتغل على العلبة من بره. جبت قطعة كرتون كمان على قد القاعدة كده من جوه، وهغلفها بنفس القماش اللي أنا استخدمته، وبعد كده هبتدي إن أنا ألزقها من الداخل زي ما احنا هنشوف مع بعض كده. هحتاج ايه عندي هنا كمان؟ عندي أعواد خشبية، أي حاجة موجودة عندي، اللي هي الرفيعة اللي هي بتاعة الشوي، أعواد الشوي أو أعواد الآيس كريم، أي حاجة. بدأت كده هوزعهم كده بترتيب زي ما احنا شايفين متساوي، يكون طبعا في فواصل ما بين كل واحدة والتانية بشكل عشوائي كده، يعني بالتقدير زي ما احنا هنشوف مع بعض. بوزع كده داير ما يدور العلبة بتاعتي أو الدوران كله بالطريقة دي. بعد ما خلصت كده انا هستخدم عندي دبار الخيش، وهاخد معاهم كمان الوان، او هستخدم كمان خيط سلسلة. هاخد بس كده اول جزء من ارتفاع العلبة بتاعي، هدخل خيط الخيش، فبوزع كده وامشي بالدبار الخيش. انا مستخدمة خيط سميك يعني يديني نتيجة افضل واحلى، خصوصا في الفكرة الكبيرة بيبقى دبار الخيش بيبقى فيها احسن من الخيط الرفيع بكتير. بعد ما خلصت الارتفاع بتاع العلبة، جبت عندي كمان هنا خيط سلسلة، الخيط ده لونين مختلفين، دخلت اللون الموف مع اللون الأبيض، لزقت طرف كده على عود من جوه والطرف من بره تاني، وبعد كده هبتدي أمشي عكس بعضه في الخيط، وأنا بلف كده مرة الموف مرة الأبيض على كل الأعواد كده داير ما يدور لحد ما أوصل للارتفاع الأخير كده في الأعواد بتاعتنا زي ما هنشوف مع بعض كده. بعد ما خلصت كده زي ما احنا شفنا وصلت للأطراف، جبت كمان دبار الخيش نفسه، وبدأت ألف كده حوالي كام لفة كده حوالين الطرف من فوق عشان يديني الشكل الجميل اللي احنا شايفينه دوت. هاجي بقى بعد كده جبت عندي يد القارورات البلاستيك الكبيرة، خدتها وهشيل منها كده الجزء ده، وهبتدي ألف عندي خيط خيش حوالين اليد. انا استخدمت هنا الخيط الرفيع عشان يبقى شكل كده باين معايا كويس، وهلف كل الجزء بتاعي او اليد دي. بدأت كده احدد جبت عندي شريط النص لولي، وهبدأ الف كده زي ما احنا شفنا. هعمل معاكم فيونكة صغنونة كده من نفس الخيط اللي عملناه مع بعض، برضو هستخدمها في الفينش بتاع الفكرة. فبعملها كده زي ما احنا شفنا بالطريقة دي، وهحط في الأطراف بتاعتها خرز خشب عشان تناسب كل الشغل اللي انا عاملاه. وبعد كده هبتدي ان انا ألزقها. زي ما احنا شفنا الفكرة برضو ما فيهاش حاجة خالص، كلها شوية او مجموعة من الخيط
لفيناهم على علبة كانت موجودة بلاستيك، بس طلعنا بفكرة منظم. هي العلبة صغيرة بس طلعتنا بفكرة منظم كبير ما شاء الله، يستخدم في حاجات كتير. وفكرته لطيفة وشكله حلو وألوانه كمان مبهجة. يا رب تكون الفكرة بجد عجبتكم، أو أفكار النهاردة عموما عجبتكم. ركبت اليد بتاعتي ما شاء الله اداني الشكل القمر ده. ده كده الفكرة بعد ما خلصناها. أتمنى تكون الأفكار عجبتكم وتكون سهلة وبسيطة بالنسبة لكم. وطبعا شكرا ليكم جدا على دعمكم ليا وتشجيعكم. بحبكم في الله، شكرا جدا ليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.